النهاردة بقى هنتكلم عن الصداقة. يعني إيه صداقة ويعني إيه أصدقاء؟ ماما كانت تقولي وأنا صغيرة لو عندك أصحاب يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة يبقى أنت كده عندك كل حاجة. بصراحة وأنا صغيرة زمان ما كنتش فاهمة الموضوع ده قوي، وكنت مستغربة أصحابي في الفصل كتير قوي وهم أكتر من صوابع إيدي الاتنين. لكن لما كبرت عرفت الفرق ما بين الأصحاب والمعارف والزمايل والأهل. المهم بقى عشان ندخل في موضوع حلقتنا، لما فكرت كالعادة لقيت إن الصداقة جاية من كلمة الصدق. هو يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول حاجة إن الأصحاب مش بيكذبوا على بعض ولا يضايقوا بعض. وبعدين لقيت شوية كلمات كده فكرتني بحكاية النهاردة قريبة من الصدق والصداقة، هي كلمة الصديق. عارفين هو مين؟ كان صاحب مين؟ مين كان لقبه الصادق الأمين؟ الله يا عيني على الكلام. عاوزين تعرفوا مين؟ يلا ورايا ونبدأ الحكاية. طبعا الصادق الأمين هو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصاحب والصديق فهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهنتكلم النهاردة عن الصداقة والأخلاق بين الأصحاب والأصدقاء لأكتر اتنين نتعلم من صداقتهم. واللي ما يعرفش، سيدنا أبو بكر هو واحد من 10 المبشرين بالجنة. طب يا شادن، هما مين باقي 10 المبشرين بالجنة؟ تيجوا يلا نقولهم سوا. 4 منهم هما من الصحابة القريبين واللي عارفين أساميهم. يلا بينا نقولهم سوا. سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب. دول 4 عارفين أساميهم. طب والباقي؟ سعد وسعيد. سيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا سعيد بن زيد. هيتبقى كام؟ يتبقى معانا 4. هم دول اللي هنركز معاهم: طلحة، أبو عبيدة، عبد الرحمن، الزبير. سيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. فاكرين القصة بتاعت الدين السنة اللي فاتت؟ وأبو عبيدة بن الجراح. لو قسمناهم كده مش هننساهم خالص. المهم نرجع لأكتر 2 أصحاب، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بقى لما نزل الوحي أو سيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وقال له اقرأ، وعرف ساعتها إنه نبي ورسول الله، كانت السيدة خديجة أول من آمن من النساء، وسيدنا أبو بكر أول من أسلم من الرجال وصدق صاحبه. وبكده تكون أول صفة بين كل 2 أصحاب هي الصدق، يعني محدش بيكذب على التاني. وتاني حاجة، لما كان النبي بيزعل ويبكي كان دايما الصديق بيخفف عنه وواقف معاه سند ليه. ولما ربنا أذن للنبي بإنه يهاجر للمدينة فرح وهلل سيدنا أبو بكر وقال له الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فضحك وابتسم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال له الصحبة يا أبا بكر. وساعتها أنفق أبو بكر كل ماله عشان الاستعداد للهجرة والتجهيز ليها، وخرجوا هما الاتنين في الطريق للمدينة. يبقى هنا كانت تاني ميزة بين الأصحاب، إن دايماً صاحبك بيحب لك الخير ويساعدك عليه. طب يلا بينا نسأل هنا سؤال ونشوف صحيين ولا مش مركزين. اسمه إيه الغار اللي استخبى فيه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في طريقهم للمدينة؟ أقول لكم تيجوا نسهلها ونصعبها شوية. إيه الفرق بين غار حراء وغار ثور؟ يلا نحكي الحكاية. بقى لما المشركين عرفوا بخروج النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر الصديق، قالوا اللي هيدل على طريقهم ليه مكافأة كبيرة قوي، غير إن المشركين نفسهم خرجوا وراهم يدوروا عليهم. المهم دخل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق غار في طريقهم. الغار ده كان اسمه غار ثور، وأمر الله سبحانه وتعالى إن العنكبوت يروح عند فتحة الغار ويبتدي ينسج الخيوط بتاعته على باب المدخل. كمان جت حمامة وبنت عشها وكمان باضت. ولما جه الكفار على باب الغار سيدنا أبو بكر كان خايف جدا وقال للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إن لو حد بص كده تحت رجليه هيشوفنا. فكان رد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ربنا أكيد هيكون معانا. وفي نفس الوقت وقفوا المشركين حيرانين، أثر الرجلين وقف هنا لحد الغار، هم راحوا يعني فين؟
فقال واحد منهم: احنا يلا بينا ندخل الغار. وساعتها ردوا عليه وقالوا: ما انت شايف العنكبوت معشش على الباب ازاي، ولا الحمامة دي عاملة عشها ومعششة وحاطة كمان بيضها. وبكده نجيوا الاتنين الأصحاب وكملوا طريقهم ورحلتهم لحد المدينة. طب وغار حراء يا شادن؟ أقولك إن ده الغار اللي كان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بيتعبد ويصلي فيه. هو نفس الغار اللي نزل عليه الوحي، يعني قابل فيه سيدنا جبريل. كده عرفنا الحدوتة ومين الصادق الأمين ومين الصديق، وعرفنا إننا لازم ننقي أصحابنا كويس. صاحبك عمره ما هيكذب عليك وعمره ما يزعلك، صاحبك دايما معاك وصادق وبيساعدك. واستنوني مرة تانية ونحكي حكاية تانية عن أخلاقنا الحلوة والجميلة. استنوا حكاية كمان مع ماما شادن. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان تجيلكوا كل حكاية. سلام.